الشيخ التجاني اللي خديجة فضحته. الشيخ التجاني ده المفروض ان هو شيخ صوفي، وكان معروف عنه ان هو شيخ المشاهير والفنانين وكده. وكمان كان الشيخ الخاص بالعيلة بتاعت البنت اللي اسمها خديجة. وخديجة دي بنت عايشة في روسيا، عندها حوالي 20 سنة. كانت بتعتبر الشيخ التجاني ده ان هو زي والدها يعني، وراجل شيخ بقى وكلامه مسموع والكلام الفاضي ده كله. لغاية ما اتفاجئت ان هو بيكلمها وبيقول لها في الشات: وحشتيني وانا مشتاق والكلام ده كله، وبعت لها صورة اباحية على حد كلام خديجة. طلع بعد كده الشيخ التجاني ده بيكذب الموضوع وبيقول لا، دي كانت صورتي انا واتبعتت بالغلط، وقلت لها في الشات يا دي الفضيحة. البنت خدت السكرين شوتس كلها، ولكن للأسف ما حطتش الصورة اللي بعتها لها لأنها مسحتها على طول من كتر الإحراج اللي هي فيه، ونزلت السكرين شوتات كلها. الشيخ ده وهو طالع بيدافع عن نفسه ما خدش السكرين شوت، فبالتالي التهمة كده كده عليه، ما انت ما اثبتش عكس كلام خديجة. كمان الشيخ ده زي ما قلت لكم شيخ المشاهير، يعني في ناس كتيرة قوي بتتبعه وبتسمع له، زي فيفي عبده وسمية الخشاب واحمد سعد. وفي ناس كتيرة قوي بتقول ان هو كمان كان السبب في جواز سمية الخشاب واحمد سعد مع بعض. الناس دي من الناس لازم ان هم يتحاسبوا ويتعاقبوا عقاب شديد عشان نقضي عليهم تماما.